اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. النهارده ان شاء الله هنتناقش في موضوع او هنتكلم في موضوع. كلمه تناقش دي كبيره يعني. هنتكلم في موضوع هو كلمه قريتها في كتاب فن اللامبالاه تقريبا. الفيديو ده كله عن مقوله يعني قريتها في الكتاب بتاع فن اللامبالاه بتاع مارك مانسون. هل التطور او تطوير المهارات او تطوير الذات نابغ من نجاح او هينبغ عنه نجاح؟ السؤال ده كنت دايما بسأله لنفسي. يعني انا لما بطور من نفسي او بطور من مهاراتي او ان انا بتعلم لغة او بتعلم مهارة او بتعلم برمجة او بتعلم جرافيك او بتعلم تسويق او بتعلم قراءة او بتعلم حاجات كتير جدا، هل انا منتظر منها نجاح؟ هل ان انا منتظر منها ان هي تكون عايد عليها بنجاح؟ ده اللي انا عرفته في كتاب فن اللامبالاة، ان احيانا وده ميزة القراءة، ان احيانا التطوير او المهارات اللي انت بتكتسبها ما بتبقاش احيانا نابغة عليك بنجاح. يعني احيانا ما تنتظرش نجاح. انت لما بتتطور من نفسك او بتطور من مهاراتك او بتطور من لغتك او بتطور من البرمجه او الحاجات دي كلها او اي حاجه انت بتعملها، ما تنتظرش نجاح. انت بتطور لنفسك، سواء عادت عليك بنجاح او ما عادتش او مش عادت عليك بنجاح، فده مش شرط اجباري ان انت لازم لما تطور تنتظر نجاح. وده اللي انا اكتشفته الفتره الاخيره. يعني انا دلوقتي بتعلم بقالي سنه لغه، وبتعلم قراءه، وبتعلم برمجه، وبتعلم حاجات كتير، بتعلم في التسويق، بتعلم في التداول والبيتكوينز والحاجات دي. بس هل ده كله عايد عليه بنجاح؟ انا لغايه دلوقتي ما شفتش نجاح. هل ان انا هوقف تطوير من نفسي علشان مش شايف نجاح؟ لا. هل انا منتظر نجاح؟ منتظر نجاح، بس هيجي امتى؟ الله اعلم. ولكن لغايه لما يجي النجاح ده انا بسعى وباخد بالاسباب وبكمل وبتعلم. جه النجاح، بس ما جاش، اهو انت اكتسبت خبره. يعني انت دلوقتي بتتعلم لغه، مش منتظر منها ان انت تشتغل. احيانا انا دلوقتي لما بدات اللغه كنت بتعلم لغه علشان انا عايز اتعلم لغه، كنت بتعلم لغه علشان انا عايز ادرس الثقافه دي، عايز اتعلم الثقافه دي بتتكلم عن ايه اللي بيتقال ده اللي كنت انا منتظره. كنت عايز اتعلم اللغه دي، ثقافه البلد دي، الناس دي بتتكلم كده ليه، كنت انا عايز اتعلم ده. لما بدات اقرا كنت بقرا ليه؟ بقرا علشان افتح من دماغي وان انا اكتسب معلومات كتير جدا من القراءه كنز. فانا كنت منتظر النجاح من القراءة، او ان انا بقى اخش منتدى القراءة او الحاجات دي، ان انا داخل بقى كنت بتعلم قراءة عشان اخش حاجة. لا، انا كنت بتعلم قراءة علشان انا عايز اتعلم قراءة، لكن ما كنتش منتظر منها نجاح. دلوقتي انا بتعلم فكرة العملات الرقمية والحاجات دي، هل انا منتظر منها فلوس؟ منتظر منها فلوس، ولكن الفكرة فكرة ان انت بتبدأ في الحاجة عايز تكتشفها. فدايما مارك مانسون لما اتكلم في كتاب فن اللامبالاة قال لك ان انت بتبدأ وبتنتظر النجاح بعد كده، بس مفيش علاقة، ما تنتظرش، مفيش كده علاقة بين النجاح والتطور. يعني مفيش في علاقة بينهم احيانا، ولكن مفيش علاقة كبيرة جدا بين ان انت بتطور من نفسك او بتطور من مهاراتك او بتطور من اي حاجة وان انت منتظر نجاح. فدي الفكرة اللي انا كنت عايز اطرحها، ان احيانا الناس لما بتقول ان انا بطور، طب ما انا بطور من نفسي وبتعلم قراءة وبتعلم مش عارف ايه وبتعلم ايه بس انا مش شايف مقابل. ما هو احيانا مفيش علاقة بين ان انت بتطور من نفسك وان انت تنتظر نجاح. هي الفكرة فكرة كده. انت بتشتغل وبتتعب وبتعمل وبتجتهد وبتذاكر كل حاجة، وربنا قال وان ليس للانسان الا ما سعى. بس هل فكرة ان انت لو ربنا ما ادكش الحاجة دي مش هتكمل فيها؟ هل لو ربنا ما ادكش النجاح اللي انت منتظره من الحاجة دي، اللي هو النجاح الباهر اللي انت كنت منتظره، مش هتكمل؟ مش هتكمل ليه؟ ايه اللي هيوقفك؟ علشان ما فيش نجاح؟ طب ما ربنا شايفك وربنا مطلع عليك وشايف انت بتتعب في الحاجة دي قد ايه. ربنا مش شايف ده كله؟
ولكن احيانا ربنا بيعوضك في حاجه ثانيه. انا جبتها لك من ناحيه دنيويه وبجيبها لك من ناحيه ربانيه، بجيبها لك من ناحيه ربنا مش شايف التعب اللي انت بتتعبه؟ ربنا بص يعني مش هينقص في ملكه شيء لو اداك الحاجه اللي انت عايزها، بس احيانا ربنا بيشيل عنك الحاجه دي بسبب هو اللي يعرفه مش انت تعرفه. دي تدابير ربنا، التدبير بتاعت ربنا دي هو اللي عارفها. فانت دايما اسعى واعمل اللي عليك، يعني اسعى واعمل اللي عليك، سواء لقيت نجاح او ما لقيتش نجاح، اعمل اللي عليك وكمل. كمل في الطريق اللي انت بدأته، كمل في اي طريق انت بدأت. كملت قراءة كمل قراءة، بدأت لغة كمل لغة، بدأت ان انت تتعلم مهارة زي المونتاج، زي التسويق، زي الجرافيك، زي الحاجات دي كلها، كمل وما توقفش. ما تنتظرش نجاح من حاجة. انتظر نجاح، انتظر واسعى عشان تنجح، بس احيانا لو ما لقيتش نجاح مفيش علاقة بين النجاح وان انت بتطور من حاجة انت عايزها. فدي الفكرة اللي انا كنت عايز اطرحها عليك من كتاب فن اللامبالاة، اللي هو قالك ان احيانا مفيش علاقة بين النجاح وان في تطوير ذات او تطوير مهارة. فبس كده، ده اللي انا كنت حابب ان انا اتكلم عليه النهارده. فلو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتتابع الصفحه، علشان يعني ده بيديني نوع من ان انا اكمل في المحتوى. انا يعني الفتره الاخيره دي ما بنزلش فيديوهات كتير، يعني بنزل فيديوهات شورتس بس والله غصب عني. فما تنساش اللايك وتنساش تشترك في القناه عشان الصفحه تكبر ونوصل للحلم اللي احنا عايزينه. انا بدات القناه علشان كنت حابب الحاجه دي، بس انا نفسي برضو ان انا اوصل لل 100,000 مشترك والمليون مشترك، ولعل في يوم من الايام نوصل ل 50 مليون مشترك. مفيش حاجه على ربنا قال وان ليس للانسان الا ما سعى. اشوفك على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.